السيدات الأستاذات، السادة الأساتذة، أود بداية أن أقدم اعتذاري واعتذار الوزارة والحكومة لجميع نساء ورجال التعليم، إيمانا مني أن الاعتذار بعد الخطأ شجاعة. أعتذر أولا لنفسي لأني وثقت في النقابات، ووثقت في أنها تمثلكم أو تمثل الغالبية منكم، لكن مسيرة الصمود والكرامة كما أسميتموها، والتي لا أكتمكم سرا حاولت تقزيمها وتحجيم صورتها، لكن بلاغة الواقع لا ترتفع. تلك المسيرة التي أثبتت لي أنكم فعلا تحملون الوطن في قلوبكم، وتحملون أبناء وبنات المغرب في مكنون ضمائركم. تلك المسيرة التي لم تعطل عجلة الحياة اليومية لساكنة المدينة، ولم تعطل أنشطتها التجارية، ولم تعطل مواصلاتها، والأهم من ذاك وهذا التي حافظت على نظافة شوارعها، وظلت مسيرة حضارية متحضرة بكل معاني الكلمة. لقد أثبتت لي كما قلت لكم أنكم تحملون الوطن في قلوبكم، وتحملون أبناء وبنات المغرب في مكنون ضمائركم. لقد فهمتكم وفهمت جيدا تطلعاتكم ومطالبكم، وفي الحقيقة ودون مزايدة لا يمكن للوطن أن يتقدم كيد أنملة دون مدرسة مواطنة وذات جودة، وهذا لا يمكن أن يتحقق بإهمال أو إقصاء الفاعل الأساسي متمثلا في الأطر التربوية. أعترف أمامكم أنه منذ 2010 والضغوط تمارس من قبل البنك الدولي للخروج من منطق الوظيفة العمومية والتحول إلى منطق الموارد البشرية، ومن الموظف إلى المستخدم. وهذا أمر سيفهمه السادة الأساتذة، المفروض عليهم التعاقد، وأقول مفروض إيمانا مني أنهم وقعوا تحت ضغط الحاجة وتحت نير الواقع المجحف ضمن ما يمكن أن نصطلح عليه أيضا بعقود الإذعان. لهذا أبشركم جميعا بأن الوزارة وافقت دون قيد ولا شرط على مطلب هؤلاء الأساتذة، وسيجري إدماجهم في إسلاك الوظيفة العمومية دون قيد ولا شرط. أعترف أيضا أن كثيرا من الفئات، ومنها فئة الثانوي التأهيلي، كانت هي المتضرر الأكبر من خلال هذا النظام الأساسي الجديد، لأني حقيقة أثقلت كاهلهم بمجموعة من المهام دون تعويض، بل وتماديت في الخطأ، وأدرجت مع سبق الإصرار والترصد مجموعة من العقوبات دون منطق أو واقعية. أعرف أن فئات كثيرة أضر بها هذا النظام الأساسي الجديد، ولأن الاعتراف بالخطأ فضيلة، أود أن نشارك جميعا من الآن في بناء المدرسة العمومية على أسس متينة وبمنطق تشاركي. لهذا قررت سحب مرسوم النظام الأساسي الجديد وإطلاق ورش بناء
نظام أساسي جديد يستمد شرعيته من اقتراحات كل المتدخلين ابتداء وانطلاقا من القاعدة الأساسية متمثلة في السيدات والأستاذات والسادة الأساتذة. وقررت إحالة جميع المطالب الفئوية على طاولة الحوار الجاد والمسؤول مع من ثبت لي فعلا أنهم يمثلون بلغة الواقع والحقيقة نساء ورجال التعليم. وبطبيعة الحال سنوقف مسطرة الاقتطاع، لأنها ثبت لي فعلا أنها ضرب مباشر لما توافق عليه المغاربة جميعا في دستور البلاد. وانطلاقا من هذا وإدراكا لحجم المسؤولية والضرر الذي تم إلحاقه بنساء ورجال التعليم نتيجة هذه الاقتطاعات، فقد قررت الوزارة إرجاع جميع المبالغ المقتطعة إلى جيوب أصحابها. وبالمقابل، وبعد أن يكون كل واحد منا راضيا مرضيا، ينبغي أن نتعامل مع واجبنا بضمير وأخلاق، وأن نستعيد صورة الأستاذة والأستاذ، تلك الصورة التي كانت ولا تزال وراء ازدهار ونمو هذا الوطن. سيدات الأستاذات، سادة الأساتذة، هذه الحركة الإصلاحية التصحيحية لمسار الوزارة ستكون موضوع فخر للحكومة والوطن والملك والشعب جميعا. أعتذر منكم مرة أخرى، وأطلب منكم أن تسامحوني على ما وقع. نهاية الخطاب الذي لا يمكن أن نتصوره إلا في السياقات التالية. هذا الخطاب اللي افترضنا أن الوزير ممكن يقوله، هذا يمكن يكون في الحلم، يعني شي واحد كيحلمه، أو شي واحد قرر يكتب شي رواية سوريالية، أو شي حاجة مفارقة للواقع. علاش ما يمكنش الوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السي شكيب بن موسى يدير بحال هذا الخطاب؟ هنا بطبيعة الحال خصنا نصححوا واحد المغالطة. شكون هي المغالطة؟ هي أن الكثير يعتقد أن هذاك الشيء اللي قررت الوزارة وهذاك النظام الأساسي الذي احتج عليه الجميع يعني ليس نظاما مقصودا بكل حذافره، وأنه فعلا انبنى على معطيات خاطئة، وأنه ينبغي تصحيحه أو تعديله. هذا الوهم ينبغي أن يزول لدى الكثير من نساء ورجال التعليم. ذلك النظام وضع بطريقة قصدية متعمدة دقيقة لتطبيق إملاءات البنك الدولي. فنضال نساء ورجال التعليم ليس فقط نضالا مطلبيا لمجموعة من مطالب فئات معينة. نضال نساء ورجال التعليم ينبغي أن نضعه في سياقه الصحيح. هؤلاء يناضلون من أجل وطنهم ومن أجل أبناء وبنات هذا الوطن، ومن أجل المدرسة العمومية التي لها مصداقية. يناضلون من أجل مدرسة عمومية مجانية وللجميع ذات جودة ومصداقية وتسير بحكامة. مشروع نضالهم ليس مشروعا مطلبيا فقط، هو مشروع نضال مجتمعي. هناك محاولة للسطو لاغتيال قيم هذا الوطن، وينبغي أن نقف ضد هذه العملية.
الانتصار لنساء ورجال التعليم ليس انتصارا لفئات ذات مطالب، هو انتصار لمغرب الغد، هو انتصار لأبناء وبنات هذا الوطن، هو انتصار للحق في تعليم جيد منصف عادل وديمقراطي. هذا هو سياق هذه المعركة، وأي تكزيم أو تحجيم لها معناه ينطلق من سوء فهم مقصود، أو عفوا اغتيال مقصود لوجهة النظر الصحيحة التي عبرت عنها مسيرة الرباط. إذن لنكن واثقين أنكم لن تسمعوا مثل هذا الخطاب، ولكن ينبغي أن يكتبه كل واحد منا بنضاله. شكرا لكم.